ميني بامبردو في 10 دقايق فقط. صدقوني لازم تجربوه، محلاه كفطور في الجو البرد والشتاء أو حتى ديزرت، حاجة حلوة بعد الغداء. من أسهل وألذ الحلويات وأسرعهم. يلي يقولوا لكم يندار بالتوست العادي صدقوني مش فاهم ولا حاجة. الوصفة الأصلية للبامبردو لازم تندار بالبريوش، سواء كان البريوش كبير أو حجم صغير. ناخدوا بريوش صغير أو كبير كيف ما تحبوا أنتم، ونقرضوهم أجزاء، لا صغيرة ولا كبيرة، متوسط. ناخدوا بيضتين وشوية فانيلا حليب، نحركهم كويس ونحطوا البريوش جوا الخليط، ونتأكدوا إن كله مغطي بالخليط كويس. زبدة في طاجين سخون ونحطوا فيها البريوش، نخلوهم لين ياخدوا لون الذهبي ونقلبوهم عشان يكونوا كريسبي من برا وصفت من داخل. نص كوب سكر أبيض، نص كوب سكر أسمر، قرفة هلبة مش شوية، ومكوني المفضل جوز الطيب. يقلب أي وصفة ويخليها من وصفة عادية إلى وصفة خيال. نخلطوهم ونغطوا بهم البامبردو.